السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم وصفة المعدنوسية في المول الأسطوري. وصفة سهلة وسريعة وبنينة، ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبداوها نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنايا زدر الدجاج كامل، يعني للزوج باسكو صغير تاعي، ولا عندكم تاع زدر كبير ديروا واحد فريد برك. دونك هنا قطعوه بالطول، ومن بعد قطع صغيرة، مربعات صغيرة هكذا كما راكم تشوفوا في الفيديو. بعد ما تكونوا غسلتوه بيان سور ونظفتوه، نحط انا هنا دوك كي قطعتون كل حاجه نقطعها ونحطها قدامي، ومن بعد كساع نبدا نطيبهم كامل مع بعضهم. انا حابه بصله قطعوها، ما ترحيوهاش، ما تخليوها، ما لازمش يكون فيها الماء. قطعوها رقيقه ثاني، ربطه معدنوس كبيره ثاني قطعوها، والجبن ثاني قطعته مربعات صغيرين، حطيتهم كل قدامي. ودوكا نبدا نقلي اللحم في مقله ولا صوت حاجه كبيره، يعني من الطنجره شويه كبيره. ديروا الدجاج تاعكم يتقلى هو الاول مليح، ومن بعد نزيد البصله اللي كما قلت لكم قطعوها رقيقه. وحبه بصله متوسطه برك، ما ديروش يعني كبير حبه بصله كبيره. هنا زدت الملح، عندي هنا ثاني توابل بابريكا وتوابل الدجاج، فلفل كحل، وشويه زنجبيل وشويه ثوم مرحي. وخليو كلش يطيب حتى ينشف خلاص، وما يقعدش الماء في الخليط هذا. وهنا من جهه اخرى نقلي البطاطا، زوج حبات بطاطا غسلتهم وقطعتهم مربعات صغيرين. طيبوهم هكذا نص طياب، مش حتى مش متقليهمش بزاف، طيبوهم نص طياب. وانا درت زوج متوسطين، عندي المول الاسطوري صغير، وانتم لا درتوا مول كبير كثروا البطاطا وكثروا المعدنوس وكثروا، يعني ضعفوا شويه المكونات كامل. دونك البطاطا زدتها مع اللحم اللي طاب، وهنا المعدنوس والجبن، خلطوا دوكا كلش مع بعضه. فوالا كما راكم تشوفوا، كاين حتى اللي يزيد شويه خميره. زدت شويه كمشه جبن مبشور تاع موتزاريلا، وعندي هنا 8 بيضات، 7 8. المهم يعني لازم في الوصفه هذه تكثروا البيض باش يطيب، يجيكم حاكم روحو مجمول، ما يتفتتش ولا حاجه كي تعودوا تقطعوا فيه. ولا انا نقطعهم هكذا ديريكتومون في اللحم والبطاطا، ولا تقدروا تخلطوهم قبل وكساع تضيفوهم. فوالا كما راكم تشوفوا، وصفه سريعه وفي دقيقه تكونوا موجدينها. نخلط مليح حتى يتجانسوا المكونات هذو، ومن بعد نجيب المول الاسطوري كما قلت لكم. نفرغ فيه، ديروا فيه بابي كويسون. البابي كويسون ما تقطعولوش، خليو البابي كويسون طالع منه ومنه، باش من بعد كي يطيب نجيب نحكمو منه ونخرجوا الطاجين تاعنا من المول. هكذا سويوه، ندخلوه في الفرن اللي راه يسخن على 180 درجه. خليوه واحد 25 دقيقه حتى يعني يجمد البيض، على حساب السمك تاع الطاجين تاعكم. مهم يعني 25 دقيقة حتى 30 يجمد البيض مليح. وهنا رايحة ندير صوص ترافق الطاجين هذا، باش اللي يحب يغطس ولا يحب، كل تقدروا تخليوه كما راه، يعني اللي يحب يدير صوص هذه يعني مليحة، تجي مليحة مع تاع الزيتون. دونك قليت زدر دجاج مع لي شامبينيون مليح، شوية زيت. وهنا زدت حبة بصلة رحيتها، والثوم هنا فص ثوم ولا زوج صغيرين. دونك زيد نعصر البصله والثوم، خليهم يزيدوا يتقلاو شويه ثاني مع اللحم ولي شامبينيون. لي شامبينيون اللي ما عندكمش تقدروا تستغناو عليهم، مش شرط يعني ديروهم. من بعد راح نزيد الزيتون، تقدروا ديروا غير الزيتون. هنا شويه ملح، وهنا ثاني توابل، درت غير فلفل كحل وشويه كركم وشويه توابل دجاج وشويه زنجبيل، ما ديروش البابريكا. وهنا الزيتون، انا الزيتون تاعي اللي شريت عليه بوكو تاع الزجاج، ماهوش مالح، بصح نغسلو مليح ونخليه يشمخ شويه في الماء باش يزيد يروح له الملح. ولا عاد الزيتون تاعكم مالح ما تكثروش الملح، وغليوه ولا ديروه في الماء وبدلوا له الماء عده مرات باش تنحلوا الملح.
خليت مرقت وخليت كي تمرقوا ما ديروش بزاف الماء، خليوه يعني غطيو شويه برك اللحم هكذا، وخليو على نار ضعيفه يطيب اللحم واحد نص ساعه حتى ل 40 دقيقه. وتشوفوا لاصوص خثارت يعني يفوك لاصوص تاعكم تختار. وهنا بعد ما طاب ثاني طاجين هاني خرجتو، خليوه يبرد شويه وكسع نحيوه من المول وبداو تقطعوا فيه. قطعوا كما حبيتوا، مربعات ولا ديكاري ومستطيلات ولا هكذا مثلثات، هاكم تشوفوا كيفاش يجي جامد ويجي هايل. وهنا لاصوص خليوها نتخثر يعني ما تخليوش جاريه بزاف، ولا تديروها معاه باش ترافق يعني هكذا باش ما يجيش تخو ساك الطاجين تاعنا. ولا تكونوا وجدتوها مليحه، يعني رمضان جاي على الابواب ان شاء الله تقدروا ديروها ثانيه في مع اطباق رمضان، وان شاء الله تكون عجبتكم وتستفادوا منها. وما بقى لي نقول لكم الى لقاء لوصفه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.